الأخبار الموجزة اليوم الأحد. قامت وزارة الصحة العامة بتسليم عدد من سيارات الإسعاف المجهزة لإدارة الصحة العامة في مقاطعة خوست. قامت دائرة الدعوة والإرشاد في المحكمة العليا باختبار موظفي المحكمة العليا في المبادئات الدينية. قال المساعد الاقتصادي برئاسة الوزراء أنه بناء على قرار اللجنة الاقتصادية تم تشكيل لجنتين منفصلتين لتحديد أولويات المشاريع المتعلقة بالكهرباء والسكك الحديدية. تقول قيادة شرطة كابول الوضع الأمني على طريق كابول نجرهار السريع آمن. التقى وزير الإسكان والتنمية العمرانية الشيخ حمد الله نعماني بعدد من المواطنين القادمين من مختلف المقاطعات وناقش معهم بعض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. تم اللقاء بين شركة التنمية الوطنية وإدارة السكك الحديدية تحت رئاسة الملا بخت الرحمن شرافة رئيس إدارة السكك الحديدية الأفغانية، وجرت المناقشة بينهما حول إنشاء جسر قناة قشتيبة الذي يمر تحت خط السكك الحديد. طلب وكيل البث في وزارة الإعلام والثقافة السيد مهاجر فراحي اليوم من خلال وضع شتلات في باحة الوزارة المذكورة من المواطنين بزرع شتلة واحدة على الأقل لجعل البلاد أكثر خضرة وللمساهمة في جمال البلاد وحماية البيئة.